حدثت عن رجل جاوز 60 وتقاعد وذهب إلى بلد من البلدان، فدخل الغرفة ورأى في الثلاجة خمرا كما يوضع في عدد من الفنادق، فبدل ما يتصل بالاستقبال في الفندق ويقول تعالوا خذوا اللي في الثلاجة كله، لا أريد أن أجلس ساعة أو أصلي في المكان والخمر موجود في الثلاجة، وهم يستجيبون. حتى البلاد الكافرة يتصل مسلم تعال خذ اللي في الثلاجة كله، يرسلون موظفا ويفرغ الثلاجة لا يبقى فيها إلا الماء إن شئت، ولا تجلس في الغرفة وفي الثلاجة خمر. فهذا الرجل تساهل وشرب منه يذوقه، ثم شرب الآخر، ولبث 3 أيام ما خرج من الغرفة، يطلب الطعام ويشرب من هذا الخمر، حتى مر عليه بعد ذلك زيادة 3 أو 4 أيام لم يتصل، وقد وضع مغلاقا على غرفته، فالذين ينظفون الغرفة يفتحون فيظنون أنه نائم فيذهبون، ثم وجد ميتا في الحمام، والله عمره فوق 60 سنة عياذا بالله. شوف سوء الخاتمة أيها الناس. حتى الجلوس في المكان الذي يشرب فيه الخمر حرام. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر، رواه أحمد. عمر بن عبد العزيز كان يجلد شاربي الخمر ومن شهد مجلسهم وإن لم يشرب، ورفع إليه يوم من الأيام مجموعة وجدوا في مكان يشربون خمر، فجيء بهم وإذا من بينهم رجل صائم. قال عمر به فابدأوا بالعقوبة. قال إني صائم، يعني ما شربت، أنا صائم. قال ما الذي أقعدك معهم؟ أما سمعت قول الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. ما يجوز أن تقعد معهم وهم يشربون الخمر.